في الفيديو ده هكلمكم عن عجان كينود بكل تفاصيله، وكمان هقول لكم لكل حد عايز يشتري عجان ايه المواصفات او ايه الحاجات اللي يمشي عليها عشان يجيب عجان كويس. يا مساء الفل، اهلا بيكم فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هكلمكم عن لو انا عايز اشتري عجان يعني امشي ازاي. اولا هشرح لكم العجان اللي معايا ده عجان كينود عشان نعرف بس كينود فيها انواع كتيره جدا من العجانات. ده اول موديل او يعني اقل موديل في كينود. ده معايا من بدري قوي، ده يعني من بدري جدا. جبته يعني 9 سنين يعني حاجه زي كده، يعني في الحدود دي. جبته كان ساعتها كان عامل 2000 جنيه، كان وقتها 2000 جنيه وكان رقم حقيقي. يعني كان في انواع موديلات عجانات اكتر من كده، بس دي كانت المناسب بالنسبه لي ان انا اجيبه. الموديل ده اسمه MX 270، ده 400 واط. يعني ده زي ما قلت لكم ده اقل يعني في تصنيف العجانات في الكينود ده اقل واحد كعجان في كينود. ايه الحاجات اللي بيعملها وايه الحاجات اللي فيه هبتدي معاكم. بس حابه انبه ان الكينود اصلا دي توكيل او يعني صناعه انجليزي. صناعتها المصانع بتاعتها بتتعمل في الصين، فهو كصيني بس معروف يعني انا لو هشتري جهاز ممكن يكون صيني بس الصناعه بتاعته محترمه. يعني مش اي صيني يعني يقول لك طب ما كيلو صيني، لا تمام كيلو صيني بس الصناعه بتاعته والاشراف بتاعه من انجلترا. فيعني كصناعه حلو جدا، كصيانه ليه افرع كتير جدا. ماشي، ده مبدئيا في اي حاجه كينود. ماشي. طب ايه الحاجات اللي موجوده في العجان ده؟ هو بيبقى مرفق بيه كذا نوع سلاح. انا برفع الجزء دي من حته من ورا بالطريقه دي، بدوس عليها بيترفع معايا العجان بالمنظر ده. طب ايه الاسلحه اللي جايه مع العجان؟ الاسلحه دي عشان الدقيق ما يتنطورش هوريكم كل حاجه. بيجي معاه 3 انواع من الاسلحه. اول حاجه الوعاء بتاعه عباره عن هو تقيل جدا. يعني انا لما بشيله لازم اكون يعني بشيله بايديا الاثنين ان هو فعلا تقيل قوي يعني. وهو المواصفات بتاعته تقيله عشان لما يتحط عجين ويقعد يلف، لو هو حاجه خفيفه هتلاقيه رايح جاي معاكم ومش ثابت مكانه. هو التقل ده يعني ميزه في الكينود او في العجانات، يعني لازم يكون تقيل. في المعدن كله يعني معدن تقيل. البوله نفسها ستانلس. دي حوالي 4 لتر. انا عايزه ابعد بس ثانيه عشان تبين عندكم. البوله ستيل 4 لتر. في انواع بولات في كينود مترقمه من جوه، بس النوع اللي عندي ده مش مترقم. بيجي معاه انواع اسلحه. اول سلاح هو مضرب البيض او اللي بنعمل بيه الكيك والبيض، واضرب بيه اي بيض او اي حاجه زي كده. كبير بيسيع معايا. يعني انا هنا في العجان ده لو انا عايزه حتى اعمل معيارين كيك مع بعضه ينفع اعملها. يعني ينفع اعمل لغايه 10 بيضات. كوعاء كبير يسيع معايا كميه كبيره. لو عايزه اعمل كميه كيك كبيره او مقدارين كيك مره واحده في العجان واحط الدقيق واحط كل حاجه جواه بيسيع معايا. فده المضرب بتاع البيض. ده مضرب الكريمه. لو انا عايزه اعمل اي حاجه كريمه، عايزه اعمل بيتي فور، الحاجات اللي بتبقى بضرب الزبده مع السكر، عايزه اعمل كريمه اللي بحطها تحت الناس اللي بيشتغلوا بيزينوا الكيك في عجينه المرزبان او عجينه السكر، لازم نحط كريمه حاجه اسمها كريمه الزبده تحتيها كبطانه. كريمه الزبده دي بتعمل زبده وسكر بس بتعوز ضرب كتير جدا. في اي حاجه محتاجه تكون حاجه لك يعني شويه كريمي، فبشتغل بالسلاح ده. هو برده معدن وقوي جدا وبيضرب لي الكريمه او الزبده حلو جدا. ده الخطاف ده بستعمله في العجاين، بيتزا، معجنات، اي حاجه عجين بستخدم السلاح ده. كل الاسلحه بتاعته معدن تقيله، يعني حلوه قوي في ضربه في العجين. طريقه التركيب هو ده فيه بيكون زي هوك كده، زي
بدخل السن دي هنا، وفيها زي خطاف. في هنا سن صغير، سن صغير بحط فيه اي حاجه كده، بدخلها وبتاكد، وبعد كده الفها بالطريقه دي. كل طريقه الخطافات او الادوات بنفس الشكل بعمله. انا هنا في العجان موجود 4 سرعات، ينفع احط اي سرعه براحتي، ازود براحتي. كمان موجود بيجي معاه ده عشان الدقيق او اي حاجه ما تتبهدلش، انا وعايزه ازود دقيق ما الاقيش الدنيا اتعفرت معايا. طريقه تركيبه، 2 بيتعشقوا في بعض الاول. بعشق دي، هو اكليريك بتاع الدقيق ده اللي بيحمي ان الدقيق يتنطور، هو اكليريك. بكون بحطه بالمنظر ده انا وشغاله، بيحميني، انا وشغاله بيحمي ان اي دقيق يتنطور يعني كتير. دي المواصفات بتاعته. في انواع يعني عجانات بتيجي اكون بزود له مفرمه، ازود له مكنه المكرونه، ازود له خلاط بيبقى معاه ملحقات يعني، او ينفع اضيف عليه ملحقات. الموديل ده لا ما فيهوش ملحقات، هو بس عجان بس. في كام ملحوظه حابه اقولهم لاي عجان، اي عجان واتيفر كان ايه نوعه، ولا كان ايه الماركه بتاعته او اي حاجه، اكون لو انا التزمت بالحاجات دي بخلي العجان او يكون معايا فتره طويله. يعني عايزه اقول لكم يعني انا داخل قرب 10 سنين وحاجه، ربنا يبارك فيه، يا رب يا رب يبارك فيه. بس حقيقي طريقه الاستخدام بتاعتنا بتفرق جدا، ان الجهاز يقعد معايا فتره ويكون معمر، يعني يقعد معايا ويبقى كويس. اول حاجه التزم بكميه الدقيق المكتوبه في الكتالوج. يعني انا مثلا ده جاي معايا ان هو بيستيع كيلو دقيق بس، يعني 4 كوبايات دقيق، فانا ما ازودش، يعني ما اقولش مثلا لا هو الوعاء فيه اكتر مساحه احط دقيق تاني، لا، اكون بلتزم بالحاجه المكتوبه والمعايير المكتوبه بيها الجهاز. الحاجه التانية ما احملش عليه، يعني يعني مثلا ممكن اعمل كيلو دقيق كمان اعجنه وحاجات زي كده، واديله ريست شويه ربع ساعه، يعني كل شويه بكون بعس الجهاز اخباره ايه، لا لقيته سخن خلاص افصله، يعني هيبتدي يسخن يعني او سخن شويه خلاص افصله، وممكن شويه كده يريح اكمل عجين تاني. ما احملش عليه بمعنى اصح، يعني اديله بريك. يعني ده يا جماعه الموديلات دي او بالذات الموديلات يعني ده كينود يستحمل، بس انا بالنسبه للموديل اللي معايا ده اقل، يعني ده 400 واط. فانا يعني هو مش بتاع شغل كتير، ده بتاع حاجات بيت، يعني لو هشتغل بيه في البيت محتاجه اكون ما احملش عليه واديله بريك، ولو سخن اكون حاسه بيه بمعنى اصح. في ناس تقول لك انا بشتغل بيه لغايه لما اشم ريحه، يعني يا جماعه انتوا بالراحه عليه يعني. وكمان بحاول على قد ما اقدر لو انا مشغلاه على سرعه، على اعلى سرعه، اديله يعني ما ادوش وقت كتير جدا على اعلى سرعه. يعني لو في حاجه محتاجه كريمه تبقى تضرب بسرعه جدا وعاليه جدا تمام، بس ما اديهاش وقت طويل، يبقى انا ملاحظه ان هو شغال باقصى طاقه، ما اديهوش وقت طويل على الاقصى طاقه. تالت حاجه محتاجه اعتني بيه، يعني كل مره اكون بستخدمه خلاص استخدمته انضفه كويس جدا، انضفه كويس. لو لقيت مثلا هنا دقيق دخل انضفه بالفرشه او حاجه هنا. عايز اقول لكم انا لو انا بستخدم الزبده وحاجات زي كده بلاقيه هنا بقع وعمل زبده معايا، اكون البادي بفصل الكهرباء الاول طبعا، خلاص خلصت شغلي فيه بفوطه او زبونشه كده ممكن فيها حته بريل صغيره، بس يعني الاحظ ان مش فيش حاجه تدخل جوه او تدخل جوه الاجهزه، ميه او صابون المعه بالصابون ممكن، بس اكون واخده حرص جدا المعه، وكمان بفوطه فيها مبلوله المعه واشيل اي صابون زياده. ويعني عايز اقول لكم يعني انا بعتبره يعني لا ممكن كساعات صدقوني بلمعه حتى بالجلانس، انا يعني بالجلانس ان انا بالنسبه لي لا مهم قوي يكون التفاصيل دي والزراير مش كلها زبده ومش كلها يعني محافظتي على الحاجه. لما بحافظ على جهاز عندي
بيقعد معايا وقت طويل جدا. يعني انا لو شفت الشكل ده هقول لا ده يعني دايما بشوف ممكن عجانات او حاجه تلاقيها متبهدله من العجين والزبده والسمنه. لا ليه يعني بستعمله، محتاجه كل مره اكون بعتني بيه. العنايه بتاعتي بتطول عمر الجهاز، بتخليه يعيش معايا وقت اطول. طيب انا لو عايزه اشتري عجان، ايه الانواع اللي اشتريها عجان؟ بصوا في الماركات العجان افضل ماركه هي كينود. انا بالنسبه لي يعني ماركه كينود هي التوب يعني في العجانات. يجي بعدها ماركه حاجه اسمها كيتشن ايد. كميه شيفات كتير قوي بيستخدموه، برضو بيشكروا فيه، بس ستيل ان الكينود هي المحتله المركز البحث الاول في العجانات. الحاجه الثانيه ان يعني في نلاحظ اوقات كتيره نقول مثلا انا عندي الماركه الفلانيه 1000 واط، وكينود اللي انا هجيبه مثلا زي الواطات اقل 400 واط. مش كل يعني، وبرضو ابحثوا يعني كل كلام تسمعوه ابحثوا عليه وابحثوا على مدى مصداقيته. يعني ممكن كينود لو حاجه 400 واط افضل من ماركه تاني صيني 1000 واط. يعني مش كل يعني لما كينود بتكتب 400 واط يبقى 400 واط، في ماركات تانية تكتب لك 1000 واط وهي 300 واط. ده كلام عن ثقه. كمان انا ال 400 واط ده انا جايباه استعمال شخصي في البيت، لكن انا لو انا واحده يعني ده هعتمد عليه في شغلي. يعني هعمل حلويات وحاجات زي كده واكون ببيعها اونلاين يعني كتير جدا، او هشتغل بيه كمصدر رزق في محل بيع اونلاين. انا محتاجه اجيب الواطات تكون اعلى. يعني ده بالمواصفات دي استعمال بيت. لكن انا وانس انا هشتغل بيه كشغل، انا محتاجه واط اعلى يكون بيستحمل معايا الشغل. طيب هتقولوا لي طب كينود حاليا اسعارها طفشت جدا. يعني انا الموديل ده اللي انا كنت جايباه ب 2000 جنيه هو دلوقتي وصل قرب 7 أو 8، يعني اقل موديل اقل حاجه. طيب كينود اسعارها غليت جدا. عايزه اقول لك يعني لو انت عايزه تجيبي حاجه تشتغلي بيها بالاخص، يعني انا عارفه جدا فكره انه الفلوس بالعافيه قوي بنجيبها، بس حقيقي لو اي حاجات تانية الموتورات بتتحرق، مواتير العجانات عليها مشاكل كتير جدا. يعني كميه الشكوى من العجانات المواتير اتحرقت كتير جدا، انواع كتيره. ف يعني احط مثلا حاجه دلوقتي في الوقت الحالي عجان اجيبه ب2000 او حاجه، انا بحس برمي فلوسي في الارض. عند العجان لا، العجان محتاجه لو اجيبه نوع محترم، يا اما ما اجيبش. يعني انا حاسس ان انا لو جبت نوع عادي وقليل برمي فلوس في الارض، هيتحرق معايا. العجان والعجين عايز موتور قوي، فحرام. انا عارفه جدا فكره انه اكون بكون فلوس بشتغل عشان احوش فلوس واجيبها، ده بيكون بصعوبه. يعني وكمان انا عشان اشتري جهاز انا بضحي بحاجات كتيره وبستغنى عن حاجات كتيره انا عايزاها عشان اجيب جهاز عندي في البيت. فالحاجه بتيجي بطلوع العين. انا مقدره وحاسه جدا جدا ان انا عشان اجيب حاجه حقيقي بتتجاب بطلوع العين وبالعافيه الواحد بيجيبها. فلما اجيبها صح. فعند العجان يعني انا عايز اقول لكم، يعني مثلا في الميكرويف اوكي جيبوا اي نوع فريش، اي حاجه اي مش عايزه اقول ماركات، اي حاجه تمام شغال. لكن عند العجان انا محتاجه اجيبه نوع محترم. طيب في اسئله كتير جايه على عجان جانو شغل سعودي تبع السيف جروب. يعني انا بحس لو انا هجيب العجان هو عشان سعره اقل من كينود. لو انا هجيب عجان جانو ده لو استعمال شخصي، حاجه في البيت، حاجه كده خفيفه وابقى يعني ايه بالراحه عليه، وعارفه ان هو يعني مش هقدر احمل عليه. يعني كينود افضل من جانو بكتير، كمعدن كمواصفات كخامات اعلى من جانو، تمام. بس انا لو هجيب جانو كاستعمال بيت ابقى عامله حسابي ان انا بالراحه عليه وهو مش اجمل، مش الحاجه اللي احمل عليها بمعنى اصح. بس انا لو هشتغل
بيه تاني، عشان انا بيفرق قوي معايا الناس اللي بتبقى محوشه وجايبه، يعني جايبه الفلوس بالعافيه وفي الاخر تحطها في حاجه وما تكملش معاهم وتتحرق. يعني انا بيصعب عليا جدا الكومنتات جايبه الحاجه وتحرق معايا بسرعه. يا جماعه الجانو او الحاجات دي ما تستحملش شغل، ما تستحملش شغل، عايزه حاجات بالراحه. سوري لو اتكلمت كتير. لو عندكم اي اسئله بخصوص العجان ممكن تسيبوا لي الاسئله في صندوق الوصف، هكون بتابع كل الكومنتات بتاعتكم واسئلتكم في الكومنتات. يا رب تكوني استفدتي باي معلومه معايا في الفيديو دي. لو في اي معلومه عجبتك او استفدتي بيها ما تنسوش تعملي لايك للفيديو عشان يترفع ويتشاف اكتر، وكمان ما تنسوش تتابعوني على صفحه الفيسبوك او تفعلوا زر الجرس على كلمه الاول عشان اي فيديو بينزل في القناه يكون بيوصل لكم اشعار بيه. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.